هو ليه لو انت مختلف فده مش حاجه وحشه؟ انا دايما مقتنع يا فنان ان احنا كبشر مختلفين، والاختلاف اللي بيننا ده ميزه مش عيب. ما ينفعش نكون كلنا نفس الشخص وبنعمل نفس الحاجه وبنفكر وبنعيش بنفس الطريقه. ومن هنا بقى بتيجي فكره الاختلاف. يعني انت يا فنان ممكن تشوف مشكله حصلت معاك وتلاقي اتنين صحابك بيحاولوا يساعدوك في حل المشكله دي، هتلاقي الاول قاعد بيحلل ويخطط ويحسب كل الاحتمالات اللي هو جوارديولا في نفسه كده، مع ان المشكله ممكن تكون مش مستاهله كل ده، بس هو عايش دور رئيس عمر حرب اللي هو قبل ما اربط رباط جزمتي ببقى حاطط كل الاحتمالات. وده هيكون بقى على عكس صاحبك التاني اللي هو يا عم ده الموضوع بسيط، في ثانيه الا ثانيه هتلاقيها اتحلت، وهتلاقي والله مش شرط قراراته السريعه دي انها تغرقك. زي برضه صاحبك اللي تحسه انسان مستقيم كده ومركز في كاريره وكورساته واخد الحياه بشكل مادي قوي، وهتلاقيه معاه 70 شهاده من كورسيرا. وصاحبك التاني اللي واخدها بالاصول وحب الناس وبابا الجهه في اي جهه يجيها، وانا ورايح وانا جاي الناس بتبقى عايزه تمسك فيا، سايب لك حاجه كبيره قوي، حب الناس. وصدقني عادي ممكن تلاقي صاحبك اللي مركز على العلاقات انجح من اللي مركز على الكورسات، لان هي في الاخر ماشيه كل واحد وطريقته. كورسات ولا علاقات بقى ما فرقتش، كل واحد يشوف اللي يريحه ويعمله. حتى في وقت فراغ كل واحد فينا كل واحد بيقضيه بطريقه مختلفه. يعني في صاحبك الرياضي، والرياضي بقى ده يا فنان بقى عمله نادره في الوقت الحالي، اللي هو هتلاقي حاجز ساعتين كوره كل يوم، يعني 14 ساعه في الاسبوع، يعني 60 ساعه في الشهر. هو راجل متعته كده يقعد يجري. على عكسك يا فنان مثلا انت راجل بتحب تفخد على الكلام، اللي هو فيلم رايق، مسلسل عظمه، مشروب وتسالي وكده اليوم دمار. انا كل يوم لحد دلوقتي في وقت الغداء بتفرج على مسلسل رايه وسكينه، مقفله اكتر من 15 مره لحد دلوقتي، بس كل مره مغني اسكندريه المحروسه والصيادين وسمك موسى ومبسوط والله عادي جدا. كل مره استناهم يقتلوا عديله مع اني عارف انها مش هتتقتل عشان حظها انها تكون بتعمل عمليه الزايده في الوقت ده. فما علينا، اللي انا اقصده ان كل واحد بيقضي وقت فراغه بالطريقه اللي هو بيحبها. وحياتك دي يا فنان انت هتعيشها مره واحده بس، فعيشها بالطريقه اللي تريحك بقى. المهم انك ما تضرش غيرك ولا تاذي غيرك، وتبقى راضي تماما عن كل حاجه انت بتعملها في حياتك. ويلا سلام.